السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في كلمة بتقول لك كل إناء ينضح بما فيه. يعني ايه كل إناء ينضح بما فيه؟ استنوا معدل بس البرستيج بتاعي، علشان انا في ناس بتخش تتريق عليا. انا من النوعية اللي ما بحبش التجمل وما بحبش اتجمل، بحب ابقى بطبيعتي. انا طبيعتي كده، اللي يعرفني واللي قريبين مني انا بخرج كده، بقعد مع الناس كده. يعني مش كان ممكن قوي ان انا البس النقاب بقى واحدد وحاجات، لا هو ده مش نقاب. ماشي، النقاب كده ان انت تلبسيه يبقى كده ما يفتنكيش. ماشي، لما تباني ان انت جميله قوي بيبقى ربنا مجملك من جواكي. يعني لما تلاقوا حد جميل قوي وهو ساتر نفسه يبقى الجمال داخلي. الجمال داخلي ليه؟ لانه مؤدب ومحترم. نرجع لكلامنا ونقول كل اناء ينضح بما فيه. بمعنى ان لو كل واحد متربي هيطلع كلام كويس، لو ناس مش متربية هيطلعوا كل كلام وحش. انا من كلامي ومن صيغتي ومن تفكيري ومن القائي ليك في الكلام بيبان انا متربية، انا مؤدبة، انا محترمة ولا لا. ودايما لما بيجي مثلا حد تلاقوه بيتكلم وحش بيبقى رد فعل. انت هتقولي انت منفعله ليه كده؟ هقول لكم عشان انا اللي جوايا ده رد فعل. لان في ناس دخلت على الرسايل، يعني في شتموا، في عكسوا، في قالوا كلام مش كويس. يا جماعه ليه انا عملت فيكم حد يعرفني؟ اللي شتم وبيقول انت لابسه النقاب عياقه، ولا انت لابسه النقاب تهديد، ولا ناس دخلت في التعليقات برضو وفي واحد بيقول انت لابسه النقاب تهديد. لا انا مش مهدده بالنقاب، النقاب انا لابساه حب من زمان على فكره، من سنه 98 وانا لابسه النقاب. يعني انا حابه الستر. ماشي، العبايه بقى التفصيل كله كده النهارده، وانا ما بعرفش البس تفصيل، بحب البس الجاهز. ماشي، كون ان حاجه تبقى حلوه عليا لان انا حلوه داخليا، لان انا محترمه داخليا، لان انا كويسه داخليا. انا فيا الاتنين، انا بشر زيك على فكره. انا واحده زي اي حد، انا مش ملاك نازل من السماء. تمام، بس انا بطلع الحلو عشان انا من جوايا حلوه، بطلع الادب من جوايا عشان انا من جوايا مؤدبه. تمام، لكن لما اطلع حاجه وحشه اعرف ان هو من فعلك انت. يعني اللي داخل امبارح انت لابسه دي عبايه ولا مش عارفه ايه، ممكن قوي ارد عليك بكلمتين وانت مال امك. شفت؟ عرفت بقى ان انت اللي طلعت الوحش اللي جوه البني ادم اللي قدامك. يعني ليه تخش تكتب حاجه مش كويسه؟ يعني انا مثلا لما حد بيخش يقول لي مثلا ربنا يصلح حالك انت ست محترمه، اقول له ولك مثل ما قلت، حتى لو ما ردتش عليه في التعليقات. ماشي، لان الصفحه بترد رد تلقائي. تمام، عشان الادمن هو اللي عامل ده. اما انا ما عنديش وقت ان انا اقعد ارد على الناس واكلم الناس. انا عندي بيتي وعندي اولادي وعندي زوجي وعندي حياتي، فانا مش قاعده فاضيه 24 ساعه عشان انا اكلم الناس. تمام، دي حاجه. مع انهم كلهم لهم كل الاحترام وكل التقدير، والناس اللي بتخش تعلق وتقول احلى كلام، انتوا على راسي من فوق بجد. ربنا يسعدكم ويرزقكم باللي بتقولوه ليا واكتر، امين يا رب العالمين. فانا دلوقتي لما اخش والاقي حد مثلا ربنا يصلح حالك يا منى، ربنا يكرمك، ربنا يسعدك، انا مجرد ما اقرا التعليق والله ربنا شاهد عليا، ولك مثل ما قلت، ربنا يبارك لك، وانا ما اعرفوش. هو ده الاسلام يا جماعه. مش لازم اعرف فلان عشان ادعي له، ومش لازم اعرف فلان عشان اكلمه بادب واحترام، ومش لازم فلان يكون رتبه اعلى مني عشان انا اطيله راسي واكلمه بادب. لا، الادب ده مفروض علينا على فكره، الادب مفروض علينا. كان زمان بيقولوا وزاره التربيه والتعليم، يعني التربيه قبل التعليم، يعني التربيه دي شيء اجباري عليا وعليك وعلى اي حد. فانا صفحتي مش عاجباك، بقدم محتوى هو مش عاجبك، عديه عديه، ما تردش، ما تعلقش، ما تخش تعلق تعليق يهينك قبل ما يهينك. انا واحده زي السوشيال ميديا دي زي فاتحه محل، في واحد بيعدي يعجبه البضاعه بتاعتي، وفي واحد يعدي يقول ايه المره دي، وفي واحد تاني ما ولا يشغل دماغه لانه مش عاجباه. يعني انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ فليه تطلعوا اسوأ ما في الواحد؟ يعني ليه الناس بتجبر الواحد يطلع الكلمه الوحشه؟ يا جماعه بالله عليكم،
عايزين نطلع دايما الكلمه الحلوه اللي نؤجر عليها. هو انتوا فاكرين ان انت لما تكتب تعليق ملوش لازمه ربنا مش هيحاسبك عليه؟ لا، ربنا هيخلي ايدك تشهد عليك، ولسانك يشهد عليك، وعقلك يشهد، وكل حته في جسمك هتشهد عليك. يعني لو جيت قدام ربنا وقلت له لا انا ما كتبتش، ربنا هيقول لك لا انت بتكذب. يوم تشهد عليهم ايديهم. وخلي بالك كله هيبقى صوت وصوره. انتوا فاهمين؟ فبلاش كده، بلاش كده، بلاش تخشوا تقولوا كلمه تضايق حد. والله انا عندي برد وحياة ربنا وتعبانه، ما كنتش هعمل فيديوهات، بس ليه تستفزوا الواحد؟ انا على فكره يعني لو حد ما فيش حد هيلاقي تعليق له منادى على اي موضوع مش عاجبها. انا بفر بيبقى في قدام مني حاجات مش كويسه بفرها. اصل التعليق بتاعي هشيل ذنبه ليه؟ حتى لو هو بيعمل محتوى مش كويس، فبكبر دماغي. ليه انا مش عايزه ربنا يحاسبني. وانما الاعمال بالنيات، وهيبقى في حديث تاني لانما الاعمال بالنيات. يا جماعه والله الدنيا ما هي مستاهله. وانا بشكر اي واحد، اي حد دخل قال لي كلمه كويسه، واي حد دخل قال لي كلمه وحشه. انا بشكرك وربنا يجازيك بما قلت. انا ماليش حق حساب على حد، تمام؟ وانا ماليش حق رد ان انا ارد شتيمه على حد. وانا اسفه في اللفظ اللي هو انت مال امك، ده مش طبعي، ده مش طريقتي، وده مش اسلوبي. بس انا حاولت اوريك ان بالمثال يعني ان انت ممكن تخليني اطلع الحلو، وانت نفسك ممكن تخليني اطلع الوحش. كلمتك ليا هتخليني اقول لك شكرا ربنا يجازيك كل خير، وكلمتك ليا ممكن تخليني اقول لك لفظ مش كويس يزعلك او اهينك. لا، الموضوع يا جماعه عايزين نتعلم الادب. النبي صلى الله عليه وسلم خذوه قدوه، علمنا الادب وعلمنا الاسلوب وعلمنا الحوار وعلمنا حسن الخلق. من احب الله عبدا رزقه حسن الخلق. احنا فين من حسن الخلق يا جماعه؟ اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وانا بقول لنفسي اتقي يوما ترجعين فيه الى الله يا منى. ماشي؟ والله انا زي ما انا كده، انا ما بحاولش ان انا اتجمل، والكلام ده انا ما بعملش بيه. انا عندي الجرأة لما بغلط انا اسفة. لو هبوس ايدي اللي انا غلطت فيه بعملها. لو في حاجة قدام مني مش بتاعتك، انت مش دافعة فيها فلوس، بتاخديها ليه؟ هتاخديها ليه حتى لو نفسي فيها؟ يا جماعة ربنا اقسم بالنفس اللوامة، لوموا انفسكم وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ماشي؟ وانا اسفه ان انا بطول، بس هو الكلام كتير وانا رغايه جدا وبحب الكلام، بس بتكلم الكلام الصح، الكلام اللي ينفعني وينفعكم، الكلام اللي يدلنا على الخير ويخلينا ناس كويسه. وربنا يا رب يرضيكم ويرضى عنكم ويجازيكم كل خير. والناس اللي بتخش تدعمني وتقول لي كلام كويس، انتوا على راسي على راسي على راسي. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وربنا يبارك لكم وربنا يسعد الناس كلها. والناس اللي انا مش قادره ارد عليها انا بعتذر لكم، لان انا مشغولياتي في بيتي كتير، يعني ظروف والله غصب عني. لكن حضراتكم ان انا مثلا لو ما ردتش على حد ان انا بقلل من حضراتكم، لا والله انتوا احسن مني، انتوا احسن مني احسن مني احسن مني. تمام؟ وقيمتكم على راسي وحقكم عليا. واتمنى ربنا يصلح حالنا وحالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.